الاهلي خطأه ودفع باحمد حسن اللي قدام الكوره اهو مكان امير سعيود اللي حيرنا معاه امير سعيود. وضربه حره مباشره واحمد حسن بيرد عليا وبيرد على جوزيه وبيرد على الجماهير وبيقول لهم يا ناس اهو انا احمد حسن عاوزين تفكروا فيا اتفضلوا بأم القلب. النية المشاورة دي الصراحة يا ابني النية صافية، فبالتالي ربنا بيكرمك لانك صافي، وبالتالي ربنا خلق لك الفرصة اللي تعيد بيها نفسك مرة تانية، واللي نجحت انك تفجر الجماهير في المدرجات وتعلي حسنا. واحمد حسن يعيد نفسه مرة تانية في الدقيقة الرابعة تقريبا من زمن الشوط الثاني، يحط احمد حسن هدف جميل. بص حضراتكم، جميلة 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 جميلة. 1 الاهلي لا شيء النادي المقصة، واحمد حسن في مصالحة رباني في التغليب. لسه ما تعرفش ايه الحكاية، ويبدو ان مثل وهدف لايمن كمال، هدف فتيس الصراحة. محمود ابو السعود يعني طالع يعمل ايه؟ طالع تأدية واجب، وايمن على طول ايمن كمال يحط هدف. قضاء وقدر ايمن كمال هنشوفه مع بعض بعد على طول 20 دقيقة يتعادل المقصة بهدف. بص حضراتكم اهو الكل بيبص لابو تريكة، والراجل عدى من ربيعة وبص ده داخل يعمل ايه، وعلى طول ونزل ابو تريكة وتصويبه على طول. الراجل ده من الفلول. بيعكنن الدنيا كلها. محمود ابو السعود من الفلول، وهنشوف تصويبه. 2 مقصة 1 الاهلي، واللي شايطها ايه؟ فؤاد سلامه. فؤاد سلامه ما بمناسبه الفلول بقى والاعتصام حته كده ما يزعلش مني، انما ما تخشش ابدا، هيعاكن الدنيا اهو. الراجل ده عاوز ايه؟ الراجل بصوا يعني ايه محمود ابو السعود يعني عاكن على النادي الاهلي في يوم فرحته اهو. الراجل يعني اللي يشوفوا وهم بياخدوه من المنصوره والملايين والكلام من ده، اللي هو اسمه ايه هناك، تنهي الموسم في المركز الثالث. وادي ضربه جزاء. ما هو فرح بقى، والسبب ايه؟ احمد حسن وضربه جزاء وانذار لمعاذ. وما تستاهلش يا معاذ، ده انت ابن النادي الاهلي. خلاص يا كابتن طارق معلش. يعني ضربه جزاء للنادي الاهلي، وبيهديه كده توبه. وبنلعب في الدقيقه 86 يعني 41 دقيقه من زمن الشوط الثاني. وادي الكوره ملعوبه هناك اهو، مخرم احمد حسن، شفته اداني في العتاقي ورجع بيه واهو ومنعه تماما الصراحه يعني اهو. بص حضراتكم ادي احمد حسن يلم هنا بقى. بصوا طبعا الصراحه يعني مفيش الا مستر جوزيه ومدرب بتاع انبي، هما الاثنين اللي اجانب. حاجه جميله قوي في هذا الموسم. ابو تريكه وضربة جزاء للنادي الأهلي. والله زمان والله زمان محمد أبو تريكة يحط هدف التعادل في الدقيقة 88 من زمن المباراة، في الدقيقة 43 تقريبا من الشوط الثاني. يتعادل النادي الأهلي 2-2 بضربة جزاء يحطها ابو تريكة. على فكره عاوز اقول لكم حاجه، ابو تريكة كان في بدايه الموسم ما كانش يقدر يحط رجله جامد كده. ده كده بنقول له عوده حميده